السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي تقدري تحصلي على قايمة أعيان الجهاز المملوكة ليكِ؟ طبعًا قايمة أعيان الجهاز اللي هي بيمضي عليها الزوج قبل قيام الحياة الزوجية، لا هي من الشرع ولا هي من القانون. يعني الشرع ولا القانون أوجب وجود هذه القائمة، ولكن هي من العرف اللي اتعرف عليه الناس، وأصبحت من أساسيات إتمام الحياة الزوجية. عشان كده النهارده هنعرف إيه هي قايمة أعيان الجهاز، وإزاي حضرتك تقدري تحصلي على قايمة أعيان الجهاز دهيّة، وإيه هي العقوبة المقررة في القانون المصري في حالة تبديد أعيان الجهاز. تابع معايا حضرتك الفيديو للآخر وأنتِ تعرفي كل حاجة عن قايمة أعيان الجهاز. قايمة أعيان الجهاز باختصار هي عقد من عقود الوديعة اللي بيقر فيها الزوج إن هو استلم المنقولات الزوجية المكتوبة في القائمة، وبتعتبر هذه القائمة زي إيصال الأمانة، واللي هي بيتعمل لها جنحة تبديد في حالة إن الزوج بدد هذه المنقولات، وبتتعامل معاملة زي ما احنا قلنا جنحة التبديد، والمعاقب عليها في المادة 341 من قانون العقوبات. يبقى في الحالة ديت من حق الزوجة إنها تطالب بأعيان الجهاز بتاعتها ديت، سواء في وجود قيام الحياة الزوجية أو في حالة الانفصال. من حق الزوجة إنها تطالب بأعيان جهازها في أي وقت. وطبعًا الإقرار اللي بينكتب على الزوجة في القايمة على الزوج في القايمة دهيّة، بيبقى مكتوب عليه إنه بيسلّمها للزوجة في حالة إنها تطلبها بدون هلاك أو بدون تلف، أو تعويضها في حالة التلف أو هلاك أي حاجة من هذه الأعيان. طب إزاي حضرتك بتقدري ترفعي جُنحة عشان تطالبي بأعيان جهازِك دهيّة في حالة إن الزوج بدِّد هذه المنقولات؟ حضرتك طبعًا أو بالاستعانة بمحامي بتتوجهي إلى قسم الشرطة اللي أنتِ تابعة ليه، أو اللي هو بيقع فيه السكن بتاع الزوجية، وبتاخدي معاكِ طبعًا أصل القائمة وصورة منها وصورة البطاقة بتاعتِك، وبتعملي محضر وبتقولي في المحضر دهوّة إن زوجِك طردِك من منزل الزوجية واستولى على أعيان الجهاز وقام بتبديدها، وإنِّك بتطالبيه بإنه يجيب لِك أعيان الجهاز دي تاني أو يردّها لِك بحالتها اللي هو استلمها عليها. بتبدأ الدعوى تتحرّك وتروح النيابة وبتاخد رقم جُنح وبتحضر في الجلسات، وإذا ربنا سهِّل الحال وتم التصالح في الجلسات وهي شغّالة، حضرتِك طبعًا بتروحي قدّام القاضي وبتقرّي إنِّك رجعتِ على نفس أعيان الجهاز المدوّنة بالقائمة، وده ليه؟ على أساس إنِّك بعد كده تستلمي القايمة بتاعتِك من المحكمة، وفي حالة إنه بدِّل تاني أعيان الجهاز بتقدري تشتكيه بنفس القايمة تاني. يبقى ناخد بالنا كويس إن لازم تقولي إنِّك رجعتِ أو عُدتِ إلى منزل الزوجية على نفس أعيان الجهاز ديّة. طب إيه هي العقوبة المقررة في القانون المصري؟ طبعًا إحنا قُلنا إن القايمة دهيّة بتُعامل معاملة إيصال الأمانة، وبالتالي بيتحرّر لها جُنحة تبديد، وديّة المُعاقب عليها في المادة 341 من قانون العقوبات. وبيتحكم على الزوج بالحبس في مدة لا تقل عن 6 أشهر. ليه؟ على أساس إن هو بدِّد المنقولات دهيّة. طب في حالة النهارده إن الزوج حَب يعرض المنقولات الزوجية، طبعًا بتاخدي بالِك إن المحكمة بتحدد ميعاد لتسليم الأعيان الجهاز دهيّة، ولازم يكون معاكِ خبير فني. طبعًا المحكمة اللي بتندبه من أي مدرسة صنايع بتندبه، أو مثلًا نجار بتندبه عشان ييجي يقول هل هو فعلًا الجهاز دهوّة مطابق للمواصفات المكتوبة في القايمة من عدمه. في حالة طبعًا لو مطابق، حضرتك بيتعمل محضر إجراءات وبتقرّي فيه إنِّك استلمتِ أعيان الجهاز. طب لو مش مطابق، بتقولي طبعًا الكلام ده برضه في المحضر، وبتقولي إن مش هو ده الجهاز أو العفش بتاعي اللي أنا دخلت بيه عند الزوج. وبالتالي بيتحكم زي ما إحنا قُلنا على الزوج بالحبس
أو حضرتِك ممكن بترفعي دعوى اسمها دعوى رَد المنقولات الزوجية، ده عن طريق محكمة الأسرة، وبيتحكم في الحالة ديّة برضه من القاضي بتاع الأسرة برَد المنقولات الزوجية عينًا أو نقدًا، طبعًا بالإضافة إلى المصوغات أو المشغولات الذهبية. خلصت معلوماتنا النهارده، وربنا يهدي الحال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.